أهلا بيك في قناة كادر 5 في 5. النهاردة الفيديو ده مخصوص ليك وليه أطفالنا علشان نفتكر سوا أجمل أفلام الكرتون اللي كبرنا عليها، وفي نفس الوقت نختار لأطفالنا أفلام فيها ضحك وأمل ومغزى حلو. هنتكلم عن أقوى 5 أفلام كرتون مدبلجة بالمصري اللي ممكن تكون مظلومة أو مش مشهورة قوي لكنها تستاهل المشاهدة. استعد لأنك هتكتشف عالم جديد من الكرتون المصري. يلا نبدأ من المركز الخامس. المركز الخامس فيلم الملك القرد، السنة 2023. تقييم IMDb 7.8، تقييم الجمهور 92%، الإيرادات 45 مليون دولار تقريباً. القصة قصة قرد يسعى لتحقيق الخلود في عالم مليان مغامرات ومخلوقات سحرية. رأيي الدبلجة هنا أضافت روح مصرية جميلة، خلت الفيلم قريب للقلب وممتع رغم إنه مش مشهور. المركز الرابع فيلم أورايون والظلام، السنة 2024. بطولة صبي ومخلوق عملاق، دبلجة مصرية خفيفة ومرحة مناسبة للأطفال. تقييم IMDb 7.5، تقييم الجمهور 80%، الإيرادات 30 مليون دولار. القصة صبي يواجه مخاوفه في رحلة ليلية مع مخلوق غامض اسمه الظلام. رأيي الدبلجة المصرية هنا بتدي الفيلم طابع كوميدي مع الإثارة، حاجة مش متوقعة. المركز الثالث فيلم تلميذ النمر، السنة 2024. دبلجة مصرية مبهجة وتناسب كل الأعمار. تقييم IMDb 7.6، تقييم الجمهور 85%، الإيرادات 40 مليون دولار. القصة صبي يكتشف إنه جزء من سلسلة من الأوصياء الذين يحمون طائر الفينق القديم. رأيي الدبلجة هنا مدرسة في الكوميديا المصرية، كل مشهد فيه روح مرحة وطاقة إيجابية. المركز الثاني فيلم سبايدر مان في عالم العنكبوت، السنة 2018. دبلجة مصرية خفيفة وكوميدية. تقييم IMDb 8.4، تقييم الجمهور 91%، الإيرادات 375 مليون دولار. القصة حياة المراهق مايلز موراليز ومغامراته في عالم الرجل العنكبوت متعدد الأكوان. رأيي الدبلجة المصرية أضافت روح شبابية وحيوية، خلت الفيلم ممتع ومضحك. المركز الأول فيلم رون يخطأ، السنة 2021. دبلجة مصرية خفيفة ومرحة ومليانة طاقة، إخراج جون كراسكي. تقييم IMDb 7.7، تقييم الجمهور 88%، الإيرادات 50 مليون دولار. القصة بارني الطالب الخجول يذهب في رحلة ممتعة مع صديقه الروبوت اللي فيه مشاكل وبيحاول إصلاحها. رأيي الدبلجة هنا أسطورية، خلت الفيلم مليان ضحك ومرح وروح مصرية خالصة. لو عايز جزء تاني عن أفلام كرتون مظلومة أو مش مشهورة مدبلجة بالمصري، اكتب اسم فيلمك المفضل في الكومنتات واستناني في الحلقة الجاية من كادر 5 في 5.